السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أسامة بن حماد من جديد في فيديو جديد في قناة حماد. إن شاء الله فيديو اليوم سوف ندمر الإلحاد والملحدين للأبد إن شاء الله. الإلحاد مجرد وهم يجادلك به الناس على أنهم يدرسون العلوم ويفرقون زعماء العلوم هنا. الله يجب أن يكون أين هي المادة وأين هي كذا، وهم لا يعرفون من تلك العلوم سوى السطح ما قل ودل. لو كانوا تعمقوا في تلك العلوم وفهموها جيدا لوجدوا الله في كل شيء. الله موجود في حبة رمال، لا توجد حبة رمال في الدنيا تشبه لحبة رمل أخرى. هذا معيار إلهي في الدنيا. إذا درست أي علم، إذا تعمقت في أي شيء فستجد الله، لكن تحراف لنا كما نقول لا بالدارجة مع الناس الجاهلة التي تعرف قليلا من الشيء ويبقون فيه. تلك لعنة من عند الله، والله إنها لعنة من عند الله تعطيها لهم كي لا يغفر لهم يوم القيامة. أعطيكم مثلا بسيطا يدمر هذا الإلحاد ويقضي عليه. حينما يخترع البشر لعبة ما، فهناك شخصيات حاسوبية، شخصية تسمى NPCs. هذه الشخصيات NPCs، هل تعرف من صانعها؟ بالطبع لا تعرف صانعها إلا إذا برمجت لتعرف صانعها. وكذلك نحن، القوانين التي نعيش فيها في الأرض التي خلقها الله لنا هي طبعا ليست القوانين التي سنعيش فيها في الآخرة، وليست القوانين التي تطبق بالطبع، ليست القوانين التي تطبق على الله. لهذا فإذا أرى جادلك شخص إذا كان الله موجود فكنا سنراه، إذا كان الله موجود فسيكون في المادة وما إلى ذلك، فيزياء، ويدخلك في العلوم التافهة. قل له أن كل تلك القوانين التي تراها حولك، يا فيزياء يا علوم يا أي حاجة يا أي شيء، هي لا تطبق على الله، فالله هو خالقها، خالق تلك القوانين. يعني ما تعرفه عن الله هو غيبي، لا إلا ما ذكره لك في القرآن وما ذكره لك في الأحاديث والسنة النبوية الشريفة. أي شيء غيره فأنت لا تعرف عن الله شيئا ولا تعرف عن تلك القوانين شيء. أنت في مجرد عالم عالم افتراضي